شوية بهارات على الدقيق وعملت أحلى أكلة. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، وذكر النهارده هيكون لا إله إلا الله. طول الفيديو قولي لا إله إلا الله. معلقة كبيرة هرمية من بهارات الفراخ، معلقة كبيرة من التوم البودر، معلقة كبيرة من البصل البودر، ربع معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، مكعب مرق دجاج تفركيه كده على إيديكي، نص معلقة من الكركم ونص معلقة من الكاري ومعلقة صغيرة من البابريكا. قلبت البهارات الحلوة دي كلها كده اهو مع بعض، وخدت 3/4 بالظبط على كوباية دقيق، 3/4 بس مش اكتر من كده. معلقة بقى ممسوحة كبيرة من كيك شيف او البيكنج باودر، وقلبي الدقيق مع البهارات الحلوة دي. اصلا وانتي بتقلبي الخليط ده وهنبدأ نضيف له شوية مية بشكل تدريجي، هتشمي احلى ريحة ممكن تشميها في حياتك. معلقة كبيرة بقى من الخل، وحطيت هنا ليمونة كبيرة كده اهو حلوة على الخل كده اهو بالشكل ده. يبقى معلقة كبيرة من الخل وليمونة وشوية بهارات وشوية دقيق لحد كده تمام. نص ساعة بالظبط وهتكوني مجهزة بمشيئة الله أحلى وجبة غدا. معايا بقى هنا اهو كوبايه من الميه. هبدا ان انا انزل على الخليط الحلو ده بشكل تدريجي بالميه. الميه ديت من الحنفيه عاديه جدا. ابداي بقى انزلي كده اهو، استمري في التقليب لحد ما القوام ده يبقى عامل كده اتقل حاجه بسيطه من قوام الكيكه. يعني ما يكونش خفيف قوي زي الكيكه، لا يكون اتقل كده سنه بسيطه. انا استخدمت تقريبا كوبايه وربع كده اهو من الميه، بس انتي استخدميها بشكل تدريجي علشان كل دقيق طبعا بياخد ميه مختلفه عن التاني. احنا عايزين بس نقلب كويس جدا وتشوفي البهارات الحلوة دي وتشمي ريحتها في المرحلة دي. معايا بقى هنا اهو كيلو من صدور الفراخ. طبعا انا مقطعاه كده اهو اللي هو تقطيعه الستريبس. تجيبي بقى صدور فراخ سليمه وتبداي تقطعيها، تقولي للراجل يقطعها لك ستريبس زي ما انت حابه. انا كنت جايبه شرايح بانيه عاديه جدا وقطعتها بشكل طولي بالشكل ده. قلبي بقى الخليط الحلو ده مع الفراخ، ومش محتاجة أي تتبيلة، وركنتها كده على جنب لحد ما أجهز الكفر الخارجي بتاع أحلى ستريبس. كوباية ونص من الدقيق. خلوا بالكم أنا مستخدمة كيلو من صدور الفراخ. والمج اللي أنا بستخدمه ده مج كبير شوية عن مج الشاي العادي. يبقى لو انت هتستخدمي مج الشاي العادي أو هتستخدمي كمية فراخ أقل من الكيلو، استخدمي قللي بقى الدقيق شوية اللي انت بتستخدميه. حطيت بقى على الدقيق الحلو ده نفس البهارات، ربع البهارات اللي كانت متبقيه. وهنا بقى بصي باخد الفرخه كده زي ما انتم شايفين، قطع الفراخ زي ما انتم شايفين كده اهو، باخدها بالصوص بتاعها او بالتتبيله الحلوه دي. هي دي بقى اللي هتدي الطعم الحلو جدا. عايزه اقول لك على سر من اسرار اي محل كده اهو بيطلع الشكل الحلو ده، والقراميش اللي بتكون حوالين الستريبس، هو التقليب الكتير في الدقيق. بيكون في كفر، ممكن ان هم يكونوا مش عاملين كفر زي ده، ممكن يكون تتبيله بتبقى سايله خالص، بتبقى فيها ميه وفيها شويه بهارات، ويروحوا حاطينها في دقيق الاول وبعد كده في ميه، وبعد كده يضيفوا بقى كده اهو يحطوها في الكفر الاخير ده، ويفضلوا بقى يقلبوا كتير جدا جدا. الدقيق بقى في المرحله دي بيبدا ان هو ياخد كده شكل زي ايه، زي قطع كده صغيره. هو ده بقى اللي بيدي الشكل القراميش الحلوه دي اللي انتوا بتشوفوها. زيت بقى غزير كده على النار، واستني لما يسخن كويس، وابداي على طول قولي بسم الله، وحطي على طول الستريبس بتاعتك. مش بتكمل 7 دقايق على الجنبين، يعني الجنبين ده بالكتير قوي. اول ما لونها يبدأ يغير ابدأي قلبيها على الجنب التاني. وابدأي على طول طلعيها في مصفى. هي طبعا لازم بتطلع في مصفى علشان ما تزيدش كده معاكي، وتحتفظ بالتقرمشة والحلوة اللي فيها. شوية بطاطس وشوية عيش بقى، أو شوية رز ريزو، أو شوية مكرونة بالصلصة، وكلي بمشيئة الله أحلى غدا. طريقتها سهلة سريعة بسيطة، ما خدتش ولا وقت ولا مجهود. والله يا جماعة ما كملت معايا نص ساعة بالظبط، والغدا اللهم بارك كان جاهز معايا. بصوا شكله جميل ازاي، مظبوط جدا اللهم بارك. توكلي على الله واعمليه، وحطي بقى شوية كاتشب أو اعملي صوص الجبنة وبألف هنا. ما تنسيش ذكر النهارده لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. يلا ساكتة ليه؟ افضلي قولي لا إله إلا الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.